استهتار كولر بمباراة القمة أمام الزمالك بتكلفه خسارة جديدة لنقطتين في صراع القمة. الأهلي بيتعادل مع الزمالك أو الزمالك بيتعادل مع الأهلي 1-1 في القمة رقم 129. هدف لأشرف بن شرقي بيحرزه بعد نزوله على طول، وزي ما صدقت تنبؤات سيد عبد الحفيظ اللي كان متنبأ فعلا ان ممكن اشرف بن شرقي يسجل هدف المية بتاعه في الزمالك. وبعدين بنتاج بيتعادل من غلطة للدفاع والحارس المرمى الشناوي، بالرغم ان الشناوي شايل جونين. يعني بصراحة الشناوي انقذ جونين، يعني الجون دوت هنعتبره ان هو واحد من اللي انقذهم بامانة، لكن الدفاع النهارده سيء جدا، هو سبب في الجول. بالاضافة السبب الاساسي والرئيسي كولر، المدرب اللي مش عاوز يفوز، المدرب اللي بيتستهبل في تشكيل الاهلي. انت من ساعه ما جيت مقتنع بكوكا في خط النص، وكريم الدبيس بيلعب وزي الفل ومية مية، وجات له الفرصه لعبته شمال وثبت نفسه. رجعت لعبته كولر الماتش اللي فات قدام الاسماعيلي وما عملش حاجه في ماتش الاسماعيلي، وبالرغم من كده لعبته النهارده اساسي في ماتش ما يستحملش تجارب، ما يستحملش تجارب. كوكا النهارده مفيش كوره اتلعبت من الباك الشمال خالص، مفيش اوفر اتلعب من الشمال خالص. حسين الشحات كان هو اللي بيلعب في الشمال لوحده النهارده. ليه؟ علشان الاستاذ كولر قاعد مش عارف عايز ايه. هو من الاول خالص، من الاول، من ساعه ما شاف كريم الدبيس قدامه، هو مش، وهو اساسا مش عايزه، مش مقتنع بيه. وكل مره يلعب فيه كريم الدبيس يثبت ان هو احسن، وهو كلام كولر غلط، وكلام كولر غلط. جيت تغير بتعجن، بتقوم منزل كريم الدبيس مكان حسين الشحات. ايه اللي بتشيله ولا بتلعبه مكان جراديشار شايله عشان تنزل مكانه كريم الدبيس؟ وبعدين حسين الشحات كان قبله. اقسم بالله انت خليته الواحد يكره نفسه في الماتش ده، اقسم بالله تغييراتك وخطتك من الاول خالص كرهت الواحد انه يتفرج على الاهلي تاني. اقسم بالله التأليف اللي قاعد بتعمله في التشكيل وفي اللعيبه والله العظيم هتخلي الواحد يكره انه يتفرج على الاهلي. تغييرات مقرفه وتشكيل انيل من المقرف بشويه. في الهدف الاول جراديشار هو اللي خد اليمين ومعرض الكره لبن شرقي اللي جاي من الشمال ودخل وحطها. جميل جميل، احنا كده زي الفل. تيجي تستغبى وعايز تنزل وسام ابو علي، وسام يلعب. سيب جراديشار وطلع حسين الشحات، خلي جراديشار يمين زي ما هو، زي ما هو بيلعب يمين، ونزل وسام. لكن كريم الدبيس بتحطه مكانه، يعني بأمارة ايه؟ نفسي افهم، يعني نفسي افهم التغييره دي جات لك ازاي؟ يعني الفكر بتاعك كان فيها ايه؟ دماغك دي جات ازاي؟ نفسي افهمها، نفسي افهمها. كوكا انت من ساعه ما جيت مقتنع بيه في النص وبتلعبه في النص، لكن عشان خاطر كريم الدبيس مش على مزاجك لعبته النهارده شمال مكانه عشان كريم الدبيس ما ينزلش. انت لو عايز تمشي وتسيب الاهلي يا كولر امشي وسيب الاهلي، لكن حرق الدم وان الواحد اعصابه تتحرق علشان خاطرك، مش عشان خاطر النادي كمان ولا عشان خاطر اللعيبه، لا ده عشان خاطرك، اللي هي حاجه مختلفه جديده خالص، جديده خالص. ان انت تحرق دم الجماهير، المدرب اللي بيحرق دمهم مش اللعيبه، دي حاجه جديده بامانه، بامانه. ماتش لعبه كويس وزي الفل وعمل سكور، جيت تألف وتأفلم. محمد هاني موجود وبتلعب اكرم. هو اكرم ما لعبش النهارده وحش، بس برضه مش مكان اكرم، لانك برضه مقتنع من ساعه ما جيت ان اكرم بيلعب في النص. من ساعه ما انت جيت برضه انت مقتنع ان اكرم بيلعب في النص. جيت لعبته النهارده مكان محمد هاني، مش فاهم ليه. انا ما اعرفش ليه، عشان ايه ما اعرفش. اقسم بالله التشكيل من الاول اصلا الواحد كان كاره يتفرج على الماتش، والله العظيم الواحد كان كاره يتفرج على الماتش بسبب التشكيل اللي في الاول ده خالص. لا والزمالك بسم الله ما شاء الله، يعني ايه نازله بالدفع، يعني هي اصلا نازله بالدفع، بتقول لك ايه؟ خد الكرة اعمل اللي انت عايزه احنا هندافع.
مفيش غير الكرة بتاعت امام، مفيش غير الكرة بتاعت امام، مفيش غير الكرة بتاعت امام اللي اتشطت في الشوط الاولاني. لا في اوفر اترفع لا من اليمين ولا من الشمال. ما هو مين اللي هيرفع من اليمين ومن الشمال؟ مين اللي هيرفع من اليمين ومن الشمال؟ اكرم اللي هيرفع من هنا ولا كوكا اللي هيرفع من هناك؟ مين اللي هيرفع؟ مين اللي هيرفع؟ ملاعب 2 في خط النص، مروان واحمد رضا 2 ثابتين. يعني احمد رضا كان بيزيد بس هو اصلا المفروض انت تنزله عشان تامن خط النص. اذا كان انت اصلا ماسك الكرة كلها الشوط الاولاني، يعني الماتش كله الشوط الاولاني انت ماسك الكرة فيه، مفيش اوفر. يعني نفسي افهم التشكيل دوت انت حطيته ازاي، والتغييرات الغبية اللي انت عملتها ازاي. استغفر الله العظيم يا رب. انا اعتقد ان بنسبة 90% او 60%، بلاش نسبة الاحداث، لان الاهلي قدامه ماتشين، الماتشين دول ممكن يتعوضوا. ماشي، انا خليني متفائل شوية بالرغم انا مش متفائل. نسبة 60% الدوري كده كولر ضيعه من الاهلي. 60% الدوري السنة دي كده ضاع من الاهلي بسبب كولر. سادس ماتش تعادل في الدور الاولاني لسه، يعني الدور الاولاني لسه 6 ماتشات تعادل، وبتنافس مع فرقه بتغلب 1-0 بس بتفوز. المستفيد النهارده من تعادل الاهلي مع الزمالك هو بيراميدز. هيغلب بكره هيبقى فارق عن الاهلي 2، هيبقى 5 بونت، هيبقى 4 بونت 5 بونت تقريبا، يعني 4 بونت يا 5 بونت لو فاز بكره. كل ده بسبب دماغك اللي معرفش فيها ايه. الجماهير، لو حد من الجماهير عارف دماغ كولر فيها ايه يا ريت يعرفني. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كولر. الماتش دوت ما ينفعش الاهلي يخسره، زي ماتش بيراميدز برضو الاهلي ما كانش ينفع يخسره، بس برضو دماغك الوسخه هي اللي خلت الاهلي يخسر الماتش دوت.